طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. انعقاد المنتدى الوطني للسماد الطبيعي. هدية الاستغلال تجول الأضحى وغرورة وأفعبت وشعب. انخفاض مقاطعة التعليم في كرن. لافروف يحذر من تسارع عسكرة الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة تعلن مقتل العقل المدبر لهجوم انتحاري في مطار كابول. القوات الأمريكية والفلبينية تجري مناورة عسكرية في بحر الصين الجنوبي. من العناوين إلى التفاصيل. ينعقد في أسمر المنتدى الوطني للسماد الطبيعي بتنسيق بين وزارتي الزراعة والثروة البحرية تحت شعار السماد الطبيعي لإنتاج وفير وغذاء صحي متكامل، وبمشاركة خبراء من الداخل والخارج. وفي مناسبة الافتتاح التي حضرها الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء من الوزارتين وممثلي شركاء العمل والمزارعين النموذجيين، قال وزير الزراعة السيد الرفاين برهي لقد مضى عامين منذ بدأ العمل الجاد لإنتاج السماد الطبيعي في البلاد، وأن المنتدى يهدف تبادل التجارب في هذا المجال وإسرائها وإعداد خارطة طريق مستقبلية. وأوضح يجب توخي الحذر في استخدام التربة لكونها مصدر الحياة، وقال أن الاستخدام الطويل للسماد الكيميائي جعل التربة تفقد خصوبتها ويحسن السماد الطبيعي الخصوبة. وشرح أسباب توجه وزارة الزراعة والثروة البحرية لإدخال السماد الطبيعي، وذكر وجود سماد سائل تنتجه وزارة الثروة البحرية من بقايا الأسماك والأعشاب البحرية إلى جانب السماد الطبيعي الصلب. وستقدم في المنتدى الذي افتتح اليوم ويستمر ليومين ويشمل زيارات تفقدية، ستقدم 18 ورقة عمل حول أهمية السماد الطبيعي ومخاطر السماد الكيميائي. يشارك في المنتدى أكثر من 130 شخصا بينهم ممثلون منظمات الأمم المتحدة والدبلوماسيون المعتمدون في إريتريا وممثلين من ألمانيا وأوغندا وبنين ورواندا. تقوم هدية الاستغلال بتجوال في مديريات إقليم شمال البحر الأحمر عبر القاعدة الخلفية للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ودفاعات الصمود والانتصارات في شمال شرق الساحل ومواقع تاريخية في أفعبات وشعب. التفاصيل في التقرير التالي. زار كأس هدية الاستقلال الذي انطلق في 24 من أبريل من مديرية نوفا زار في الأيام الثلاثة الماضية مديريات أدوبحة وقرورة وأفعبت وشعب رفقة حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيد أسمرة أبرهة ورئيس مجلس الإقليم السيد إبراهيم علي الشيخ وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد رزان أودوناي. وبعد تجول كأس هدية الاستقلال الذي يحوي حفنة تراب في القاعدة الخلفية للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا حاط بالطائرة في أدوبحة، واستقبله الشعب والإدارة بحفاوة كبيرة في منطقة دريت التي نظم فيها اليوبيل الفضي لانطلاق الثورة الإريترية. وفي الحفل الذي شهد مناشط فنية سلم مدير مديرية نوفا السيد يعقوب إدريس هدية الاستقلال إلى مدير مديرية أدوبحة السيد محمد عمر درار. وطارت هدية الاستقلال من الدوبحة إلى قرورة عبر دفاعات شمال شرق الساحل التي شهدت حرب استنزاف قوية لأكثر من 5 سنوات لتحط في إمهمهم، حيث سلمها مدير مديرية أدوبحة السيد محمد عمر درار لمدير مديرية قرورة السيد إدريس علي في حفل أقيم بالمناسبة.
ووصلت هدية الاستقلال مديرية أفعبت جوا أمس 25 من أبريل، واستقلت بداية في قام تشيوا ومن ثم منطقة عاشورم التي دمر فيها الجيش الشعبي لتحرير إريتريا الجيش العدو الاستعماري المرابط في جبهة نادو إز عام 1988، وسلمت من مديرية قرورة إلى مديرية أفعبت. وقد تسلم مدير مديرية شعب السيد أبو بكر إبراهيم هدية الاستقلال من مديرية أفعبت في نفس اليوم، بعد أن مرت بمنطقة تاريخية في وادي عين، حيث كان هذا الموقع التاريخي مركزا للتدريب العسكري في بداية السبعينيات، وأيضا مستشفى مؤقت في التسعينيات، واستقر بها المقام في موقع مثوى ضحايا العدو الإثيوبي الغاشم في منطقة منشب. وحفلت المناسبة بعروض ثقافية وفنية غامرة. تختتم هدية الاستقلال جولتها الحافلة في إقليم شمال البحر الأحمر في 29 من أبريل، ويتسلمها إقليم جنوب البحر الأحمر في 30 من ذات الشهر بمراسم عامرة تليق بها في تعم. أفاد مكتب التعليم في مديرية كرن انخفاض مقاطعة الطلاب للتعليم في المديرية بحوالي 50%، وارتفاع المشاركة في التعليم بنسبة 3.5%. وأوضح مسؤول المدارس في كرن الأستاذ يوسف عقبة سلاسي أن أنشطة توعية مكثفة قد جرت لخفض المقاطعة عن التعليم، مشيرا إلى أن الإنجاز الذي تحقق يدفع للمزيد من العمل لخفض المقاطعة إلى الصفر ورفع الكفاءة التعليمية. وذكر البرامج المستقبلية لتنظيم وتقوية لجان الفصول وتنظيم تدريب للجان أولياء الأمور وتشجيع دور الشركاء وإقامة مجلس استشاري لأولياء الأمور. توجد في مديرية كرن 57 مؤسسة تعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية تستقبل أكثر من 27,500 طالب وطالبة. أفاد مسؤول المؤسسة الصحية في غزة لامزة في مديرية دوار الممرضة نجرستي غرزغير تقديم خدمات مشهودة لتقوية العيادة بالقدرات البشرية والمعدات الطبية. وقالت إن الخدمات التي كانت محدودة توسعت وتطورت نوعيا لتقديم خدمات التطعيم ومتابعة الحوامل والأطفال وتحاليل الإيدز والإسعافات الأولية ل12 قرية في المنطقة. من جانبه ذكر الممرض فرقي كفلاي أن العيادة تقدم خدمات رعاية الأمومة والطفولة إلى جانب الخدمات الصحية المنتظمة. استشهد في 24 من أبريل عضو هيئة إدارة وزارة الدفاع المناضل العقيد تخست قبرمة بخري شريفو جراء مرض ألم به عن عمر 71 عاما. التحق المناضل العقيد تخست بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر فبراير لعام 1974، وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في القوات الممولة والمنشآت وصولا لمفوض لواء. وبعد الاستقلال خدم كقائد لواء وقائد للقوات الاحتياط الوطنية وقاضيا في المحكمة الخاصة. والمناضل العقيد تخست قبرمة متزوج وأب ل5 أبناء. وقد ورى جسمانه الثرى ظهيرة اليوم 23 من أبريل في مقبرة الشهداء بأسمراء. وتعرب وزارة الدفاع عن حزنها لاستشهاد المناضل العقيد تخست قبرمة شريفة وتقدم تعازيها لأسرته ورفقائه وزملائه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من تصاعد النزاع العسكري داخل الاتحاد الأوروبي بمعدل قياسي وأكثر عدوانية، إضافة إلى هدفه المتمثل في احتواء روسيا. وقال لافروف في مؤتمر صحفي أنه لا يصوره أي شك في أن الفارق بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو الآن ضئيل للغاية.
وأشار إلى أنه وقع مؤخرا إعلانا قال أنه ينص بشكل أساسي على أن الناتو مكون من 31 عضوا سيضمن أمن الكتلة السياسية والاقتصادية المؤلفة من 27 دولة، في إشارة على ما يبدو إلى إعلان 19 من يناير بين الاتحاد الأوروبي والناتو بشأن الشراكة الاستراتيجية بينهما. ولطالما اشتكى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من توسع الناتو خاصة تجاه حدود بلاده. قال مسؤولون أمريكيون أن حركة طالبان قتلت مسلحا تابعا لتنظيم الدولة الإسلامية كان العقل المدبر وراء هجوم انتحاري بمطار كابول الدولي في العام 2021 أسفر عن مقتل 13 جنديا وعشرات المدنيين في خضم عملية الإجلاء الأمريكية من البلاد. ووقع التفجير في 26 من أغسطس لعام 2021 بينما كانت القوات الأمريكية تحاول مساعدة المواطنين الأمريكيين والأفغان في الفرار من البلاد في أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة هناك. وخلال عملية الانسحاب التي انتهت في 30 من أغسطس لعام 2021 سيطر مقاتلو طالبان في غضون أسابيع على القوات الأفغانية التي دربها الغرب، ما دفع بالقوات الأمريكية المتبقية على القيام بعملية الإجلاء من مطار كابول. وتمكنت عملية جسر جوية عسكرية غير مسبوق من إخراج أكثر من 120 ألف شخص من البلاد في غضون أيام. أطلقت القوات الأمريكية والفلبينية النار على سفينة حربية وهمية للعدو في بحر الصين الجنوبي في أحدث عرض لقوة النيران الأمريكية في آسيا مع استمرار التوترات مع الصين في التصاعد. كانت التدريبات التي شهدها الرئيس الفلبيني فرناندو ماركوس جونيور على الهواء مباشرة جزءا من تدريبات بليكتان السنوية، والتي من المقرر أن تستمر حتى 28 من إبريل وتضم أكثر من 17,600 جندي، وهي أكبر تدريبات من نوعها على الإطلاق يجريها الحليفان منذ فترة طويلة. وقال قادة الجيشين الأمريكي والفلبيني أن التدريبات مصممة لمزامنة القوات القتالية، وتأتي التدريبات على خلفية تحسن العلاقات بين الحليفين في المعاهدة بعد انتخاب ماركوس جونيور الذي سعى إلى توطيد علاقته أوسع مع واشنطن في مواجهة الصين الأكثر حزما. تعطل صاروخ بحثي أطلقته شركة الفضاء السويدية من مركز أسرانجل للفضاء في شمال السويد، وسقط على بعد 15 كيلومترا داخل النرويج المجاورة وفقا لوكالة رويترز. وقالت الشركة في بيان أن الصاروخ وصل لارتفاع 250 كيلومترا حيث تجرى تجارب وسط انعدام الجاذبية. وأضافت أن هنالك إجراءات روتينية تتخذ عندما لا تسير الأمور بالشكل الصحيح، فيبلغون الحكومتين السويدية والنرويجية والجهات الفاعلة الأخرى. وقالت الشركة أن العمل جاري على استرجاع حمولة الصاروخ، ويتم التحقيق في التفاصيل الفنية وراء تحول مسار الرحلة بهذه الطريقة. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. انعقاد المنتدى الوطني للسماد الطبيعي. قضية الاستغلال تجول ذبح وقارورة وقعبة وشعب. انخفاض مقاطعة التعليم في كران. لافروف يحذر من تسارع عسكرة الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة تعلن مقتل العقل المدبر لهجوم انتحاري بمطار كابول. القوات الأمريكية والفلبينية تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي. وصلنا إلى ختام النشرة، وفي أمان الله.